كده كابتن اسامه. كابتن اسامه، يمكن كل الناس شافت مباراه افريكا سبور اللي فاتت. عايز اقول لك يعني احنا مشفقين تماما عليكم وعلى اللعيبه، احنا كرياضيين وكناس شغاله في المهنه يعني. ولكن اقدر اقول لك ان كان من الممكن لعيبه الزمالك بخبراتها انها تفضل تحقق نتيجه افضل من كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. عايزين نقول احساسك بفريق افريكا سبورت يا كابتن اسامه وانت في الملعب. هل الفريق فعلا قوي؟ هل الفريق فعلا كان اكتر من ند نادي الزمالك؟ طبعا يعني يا كابتن طارق، احنا كنا اتفرجنا على سيديهات قبل المباراه. احنا كنا عندنا معسكر 5 ايام قبل المباراه، واتفرجنا على سيديهات كتيره لافريكا سبور. فرقه من الفرق المميزه، عندها متوسط اعمار سنيه صغير، خفاف الحركه، بينفذوا تكتيك منظم، فرقه تحترم الحقيقه. واحنا يمكن في وسائل الاعلام قبلها بيوم قلنا ان الفرقه دي فرقه محترمه لا يستهان بها، وزي ما الراجل رئيس النادي بتاعهم قال من بدري قوي يا كابتن طارق، لو كنت متابع، قال ان انا بعتقد ان لقاء الزمالك ولقاء افريكا سبور نهائي مبكر يعني. فاحنا حتى يمكن الكلمه ما سمعتش معانا قوي، والسبب في كده ان يعني نهائي مبكر ايه ده، لسه في دور 32 وكده. لكن هي فرقه محترمه جدا، فرقه في الملعب احساسك في الملعب غير خالص لما تكون بتتفرج على التلفزيون. يعني منظمين، بيتحركوا بجماعيه كويسه، بينفذوا طريقه لعب 4-4-2 بشكل منظم جدا. يعني فرقه من الفرق المزعجه الحقيقه يعني. طبعا الظروف طبعا احنا اللي عايشينها انت عارفها طبعا، ادرى الناس بيها، والتوقف النشاط. ومهما عملنا كابتن طارق وانت مدرب كبير، مهما عملنا من تدريب ومهما عملنا من مباريات وديه، لا ترتقي للمستوى المنافسه او المباريات الرسميه التنافسيه. انت عارف طبعا مهما عملت احساس اللعيب بيبقى مختلف شويه وهو نازل مباراه وديه عن ما هو نازل مباراه في الدوري العام او في كاس مصر. فمهما وصلت من فورمه، احنا ما وصلناش لفورمه المباريات الرسميه، باستثناء ان احنا عملنا مباراتين قبلها وديتين، وطبعا زي ما انت عارف بنعملهم كده خلسه كده، يعني من تحت لتحت زي ما احنا بنقول. ايه طب كابتن اسامه، ده حصل قبل مباراه الذهاب يعني، والوضع ما زال مستمر في عدم خوض اي مباراه رسميه، والامور بتتصعب على نادي الزمالك يعني. المباراه اللي قادمه هي خلاص، اللي فاتت خلاص احنا كسبنا وربنا وفق في هدف كان ممكن يبقى افضل ما علينا. لكن المباراه اللي جايه يعني انتوا شايفينها ازاي وبتستعدوا لها ازاي، وهتعملوا ايه الفتره اللي جايه دي يا كابتن اسامه؟ انا ما اخفيش عليك، يعني المباراه من المباريات الصعبه، وانت عارف المباريات الافريقيه بتبقى عامله ازاي. اولا افريكا سبور اسم كبير قوي في القاره الافريقيه، ومشارك دايم في البطولات الافريقيه. مباراه صعبه في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، لكن انت لو عايز انت لازم انت برضو اسم كبير يعني. نادي الزمالك مش اسم صغير، احنا اسم كبير. ان شاء الله باذن الله يكون عندنا القدره والمقدره ان احنا نروح هناك نعمل نتيجه طيبه برضو تساعدنا ان شاء الله. وان كنت عايز تنافس على بطوله لازم تكون شارس من اولها يا كابتن طارق. هو ده الكلام. فبالتالي هو ده الكلام. فبالتالي انت طبعا عندك من الجرأه، وعندك من الاسم الكبير اللي يساعدك، وعندك من اللعيبه والخامات اللي ان شاء الله تساعدنا باذن الله، وعندك من الامكانيات الفنيه كابتن حسن شحاته طبعا وخبراته، ان احنا نقدر نروح هناك ان شاء الله نعمل شغل كويس. انت رايح هناك تكسب، لازم تروح هناك تكسب. يعني حط نفسك اكنك انت هنا خسران يا كابتن طارق. انت فاهمني ازاي؟ بتروح تعمل ايه؟ بتروح تلعب على مكسب هناك، بعدين الكوره ما عادش فيها لا بره ولا جوه خلاص. يعني زي ما هو جه ادى مباراه كبيره هنا عليك ومباراه طيبه وطلع باقل الخسائر، انت كمان لازم تروح هناك تعمل نتيجه كبيره ان شاء الله ومباراه طيبه باذن الله. وخلي بالك برضه يا كابتن اسامه، يعني 1-0 احسن من 1-1 احسن من 2-1 يعني برضه كون ان ما دخلش فيك اجوان هنا دي حاجه برضه تطمن شويه وتخلينا برضه هناك افضل واحسن. وفي قول لي بقى على الجانب الاخر، يعني في اصابات في الفرقه، سمعنا ان عمرو زكي اصيب، احمد حسام ميدو ما زال مصاب، ايضا في حازم امام. يعني قول لنا يعني اخبار الولاد دول ايه؟ لا يعني الحمد لله هي كلها كدمات باستثناء احمد حسام ميدو اللي كان في مباراه حرس الحدود، هو اللي كان اصابه كده في عضلات الظهر. لكن بالنسبه لعضلاتي كانت كدمه، وانت عارف الكدمه لما بنقعد شويه بتبرد، وانت عارف احنا قعدنا بين الشوطين كتير، فطبعا حس بيها عمرو زكي. برضه نفس الشيء حازم امام، كدمه بسيطه ان شاء الله. عارف عندنا لسه برضه 10 ايام، اعتقد ان هي فتره كافيه جدا للدخول معانا ان شاء الله في فورمه الفورمه الفنيه باذن الله قبل المباراه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي اخبار عبد الواحد السيد يا كابتن اسامه. يعني سمعنا ان في بعض الاتصالات من جانب مجلس اداره نادي الزمالك، وطبعا موسطين تقريبا دكتور عبد الله جورج في تجديد التعاقد مع عبد الواحد. هل الكلام ده حصل ولا لسه؟ انت عارف طبعا عبد الواحد اسم كبير في نادي الزمالك، وليه تاريخ كبير مع نادي الزمالك كابتن طارق، واسم طبعا الحارس الاول في نادي الزمالك.
هم طبعا بالفعل اتكلموا مع عبد الواحد، لكن انت عارف الظروف اللي احنا بنعيشها كلها يعني الظروف لا ترتقي لمستوى الحديث. يعني ان انت النهارده الظروف اللي بيمر بيها البلد والحاله اللي احنا بنمر بيها كلها، لكن طبعا عبد الواحد هيتم التجديد ليه في اقرب فرصه ممكنه. وطبعا المتخصص التعاقدات طبعا الدكتور عبد الله جورج هو المنوط طبعا بان هو يتكلم مع عبد الواحد من خلال الفتره اللي جايه. انت عارف بس الفتره اللي جايه عندنا مباراه صعبه زي ما قلت لك، بتعتبر بالنسبه لنا عنق زجاجه. لو ان شاء الله تخطينا الدور ده باذن الله نادي الزمالك هيمشي مشوار كبير ان شاء الله في البطوله الافريقيه ان شاء الله. هو دائما وابدا على فكره كابتن اسامه كوت ديفوار هي محطه البطوله. لو تفتكر كل البطولات بتاعت نادي الزمالك سواء اسك او افريكا سبورت لما بتعدي من الناديين دول بتوصل للنهائي مباشره يعني. بالظبط، خصوصا ان السنه دي كمان يا كابتن طارق زي ما انت عارف القرعه تكاد تكون مرهقه في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها. بالزبط. يعني ممكن في ظروف تانية كانت تبقى الامور عاديه شويه، لكن في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها لما تبدا بفريق من تنزانيا اسم كبير يانج افريكانز برضو مشارك من زمان، وبعدين افريكا سبور، وبعدين لو ربنا كرم ان شاء الله المغرب الفاسي. يعني ربنا عارف انت المشوار بيبقى صعب، لكن زي ما قلت لك البطل لازم يكون اجريسيف، يعني لازم يكون عنده بالزبط. نوع من انواع الطموح، ولازم يكون عنده النزعه دي من بدايه اللقاء، حتى لو هتلعب نهائي مبكر زي ما بيقولوا يعني. دي نقطه مهمه جدا يا كابتن اسامه، الاصرار على الفوز سواء خارج الملعب او داخل الملعب نقطه مهمه، وارجو انها توصل للاعبي نادي الزمالك. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه.